كيفاش الناس تعيش في كندا وفي هذا الثلج بحال هكا عادي جدا. السلام عليكم جايز، تنقدم لكم راسي عبد الرحيم امالوز. تنتواجدوا اليوم في مونريال في مدينه مونتريال في كندا. بلا شك تنطرحوا السؤال بزاف، كيفاش الناس تعيش في كندا وفي هذا الثلج بحال هكا عادي جدا، هي بشكل عادي، ولكن ماشي حتى لهاد الدرجه هادي. يلا معايا نشوف. مدينة مونتريال من المدن الكبار في كندا، ومن خلالها غنشوفوا كيفاش الناس تتعايش مع الثلج. باش يسهل العيش، كل وسائل النقل المتاحة فيها الشوفاج، مثلا المترو، أوتوبيس وغير ذلك من الوسائل. الناس فكرت بعيد وداروا مدينة تحت الأرض. مدينة تحت الأرض، أو ما يسمى بفيل سوتيرين، تتمتد لأكثر من 33 كيلومتر من الممرات التحتية، تتربط بين بنايات، مراكز ومحلات تجارية، الجامعة، محطات المترو وغير ذلك. طرقان تيتنقاو من الثلج، أو ما يسمى بالدينيجمون، وهاد العملية تدار بشكل دوري. تحيدوا الثلج من التروطوار فين تنتمشاو، وكذلك من الشانتي على قبل الترونسبور. وهنا ضروري خاصك تلبس مزيان هكا باش الناس تتأقلموا مع الجو. هذه ناقص 40 باش ما نحسش بالبرد او بالسماع قليل. بنو ديفير. وبطبيعة الحال الديور فيهم الشوفاج، كتلقى الداخل ديال الدار داير بحال الصيف، وعلى برا كاين الثلج، حيت الدار ناعمة بحالها بحال. خليكم نتوما تجاوبوا. يلا اتنطو.